امي بتكره. الله يعزها. ليش عملت؟ والله هذا وش انسان بينكره. انت اكيد مبالغه ومأوفره ويقبرني الشامي طول اليوم حاطه اغنيه وعايشتي قدامها منطحتك. كرهتني. لا تعملوا هيك. طب اخوي امهاتكم هلا اذا كرهتني شو هذا شو بدنا نساوي؟ طب انا اذا عملت حفله وقال لك امك انه لا الشاي ما بتروح على حفلتهم شو بصير؟ اخوي ما بصير هذا الحكي. لك الهي بتقبرني مصر وام الدنيا والكشري والفول والطعميه. تحبوا حنان يا جدع يا جامد. اسمي واسم كل فانزاتك بحب احكي لك بنكرهك وانا بكرهكم حبايبي. اللغة اللي ما حدا بيعرفها. ها شفتوا كيف؟ لانه عم تكرر العالم فيني. ليه؟ والله ما بستاهل. اخواتي عيب. ها شو الذكاء؟ هي عم تقول رح اجيب امي معي. عاملة خطة هيك عبقرية لتخليني غلغل. رغم انه بتكرهك بس تحب اغنيك. خليني احكي لك سر. خليه بيني وبينكم هيك ما تخبروا لحدا. انا ما حدا بيكره اغنية. ممكن يكرهوني بس اغنية لا. خلوها بيناتنا. ورجيني الاوتفيت. انا خايف بدي اورجيكم الاوتفيت. عم بتشوفوا اوتفيت الاوضه ترتعبوا. بس حورجيكم الاوتفيت. لك ما شو هذا؟ ليش هيك هلا بتصمموا؟ لما بيجن جنوني بتحطوا اغاني شيرين. ما بدي. يلا ما بدي. او بتحطوا اغاني نانسي عجرم. يلا ما بدي. فهمان شو بدكم تعملوا؟ يا قديش صرت حافظكم. حمادات حقراء والله العظيم. حزر شو بدنا نعمل؟ هي السنة بدنا ننشر طريقة خاصة للاستماع للأغاني تبعنا تحديدا الألبوم. أول مرة هي بس فهم الجو العام. المرة الثانية بتسمع وبتركز. المرة الثالثة مسموح لك إنك تعطي رأيك. يعني لأنه هي بدك خلص اسمع كيف ما بدك. أنا بتفلسف زيادة. فيك تسمع كيف ما بدك.